جاهز؟ طب يلا بينا. بيبدأ فيلمنا بأم وبنتها بيلعبوا مع بعضهم وبيكونوا مبسوطين جدا وهم بيلعبوا لعبة اسمها استغماية، وبيجي الأب فيرجوس وبيحط سلاحه على ترابيزة الأكل، والأم بتقول له احنا قلنا ايه ما نحطش الأسلحة بعد كده على الترابيزة. وقتها الطفلة ميردا بتجري عليه وتقول له انا عايزة اتعلم الكوس وعايزة الكوس ده. لا خدي ده على مقاسك وهدية مني ليك علشان عيد ميلادك قرب. وبيبدأ يدربها على الكوس وهي بتضرب الأسهم بترمي سهم بعيد، فمامتها بتقول لها طب يلا روحي هاتيه. وتروح ميردا تجيب السهم اللي في الغابة وبتشوف وهي هناك حاجة اسمها الطيف وبتنور وبتكلمها بس بتختفي على طول. لما بترجع عند مامتها بتقول لها يا ماما انا شفت الطيف. وقتها الملكة الينور بتقول لها الطيف بيظهر لما بيكون عايز يعرفك طريقك وقدرك في الحياة. وهم بيتكلموا وبيكونوا حلوين قوي مع بعضيهم، بس الحلو ما بيكملش زي ما احنا عارفين، بيهجم عليهم دب كبير متوحد. وقتها الاب بيقول لهم اهربوا وبيقف يحارب الدب اللي اسمه موردو. وبتبدا ميردا تحكي لنا عن الطيف ده انه استغفر الله العظيم يا رب، يعني هو اللي بيحدد القدر للشخص ومش بيظهر لاي حد، بيظهر للناس القويه بس، وكمان القوي اللي هو عايز يحارب عشان يحدد قدره بنفسه، وان هو موجود من ايام الاجداد. وبنروح للحاضر بيكون الاب بيمرن الجنود ورجليه متاكله من الدب المتوحش. وميردا بتعرفنا ان بقى عندها 3 اخوات صغيرين شياطين حرفيا مفيش حاجه بتهدهم، وان هي كبرت بقى وبقت اميره، بس هي مش بتحب اللقب ده ولا حتى طايقه المعامله الملكيه والحوارات الهبله دي، وان مامتها كل يوم بتعلمها حاجات عن امور وقوانين المملكه وازاي تكون ملكه، مره ازاي تاكل، مره ازاي تلبس، مره ازاي تتكلم زي الملوك، ومره ازاي تقعد زي الملوك وتعزف زي الملوك. بس ميردا بيكون ليها يوم معين في الاسبوع خاص بيها، وبتصحى تجري في اليوم ده وبتاخد حصانها ايجاس وبتجري على الغابه، تبدا تغني وتتمرن وتضرب بالاسهم والقوس وبتكون حريفه بجد. وبعد التمرين بتقرر ميردا ان هي تبقى عندها شجاعه اكتر وان هي تتسلق جبل اسمه سن الملكه وتشرب من شلال اسمه سن النار. اللي بيعمل كده بالنسبه ليها بيكون على وضعه. ولما بترجع البيت وبتيجي تحط الكوس على الترابيزه، الينور بتقول لها انا قلت ايه؟ السلاح يتشال، مش عيب اميره تمسك سلاح؟ قالت لها ارحميني بقى، كفايه كل شويه تقولي لي كده. والام بتزعل الولاد لانهم مش عايزين ياكلوا، وبتقول لهم انا مش قلت لكم قبل كده ما تحكموش على حاجه غير لما تجربوها الاول؟ وبتدخل عليهم الخدامه مودي وبتقول لها جالك الجوابات يا سيدتي، وبتفتح الجوابات وبتكون على وشها فرحه كبيره، وبتقول لفيرجوس الامراء وافقت على العرض، يلا اتكلم بقى مع ميردا. فميردا بتقول لهم هو في ايه يا جماعه؟ قالت لها جاي لك عريس واحنا بعتنا للامراء علشان تيجي ونعمل مبارزه ما بينهم ونشوف مين جوزك المستقبلي. بس طبعا ميردا مش بيعجبها الكلام ده وبتقول لها مش عايزه اتجوز ولسه بدري ولازم انا اللي اختار بنفسي. بس الملكه الينور بتقول لها ده طبيعي ولازم يتعمل كده عشان دي تقاليد وعادات وما ينفعش ان احنا نخالفها. فبتقوم وتسيبهم. بتطلع وراها الينور وبتقول لها يا بنتي دي سنه الحياه ولازم انك تتجوزي. قالت لها لسه بدري وبعدين انا عايزه اختار طريقي بنفسي. وهنا بقى بتبدا تحكي ليها اسطوره قديمه، بتقول لها ان كان في ملك وعنده 4 اولاد، وقبل ما يموت وزع المملكه بتاعته عليهم وكان عايزهم يكونوا اعمده المملكه. بس واحد من ال4 خرج عن الفكره وحب ان هو يمشي في طريقه ويسيطر عليه، بس وقتها المملكه اتدمرت وكل حاجه راحت. وقتها الينور بتقول لها الحكايه دي وبترد عليها ميردا وبتقول لها وانا مالي بالكلام ده؟ قالت لها لا ليكي طبعا، انك لازم تكملي المسيره وتكوني زيي ملكه قويه وتحافظي على المملكه. بالليل والملكه قاعده بتعمل بوصات عليه صورتهم، بيدخل عليها الاب وبيقول لها اتكلمت مع ميردا؟ قالت له بس برضه لسه رافضه. قال لها طب ما تجربي كده تكلميني انا على انها هي وتشوفي انت هتقولي ايه تاني. وبتبدا تقول الملكه نفس الكلام وان دي طبيعه الحياه وان انك لازم تتجوزي وتكوني اميره قويه. على الجانب الثاني بتكون ميردا بتكلم الحصان بتاعها على انه مامتها وبترد عليه اكنها بترفض كلامها بالظبط. تاني يوم الملكه الينور بتجهز ميردا وبتلبسها فستان من وجهه نظرها ان هو جميل جدا، بس من وجهه نظري هو مسخره السنين بصراحه. وبتقول لها جاهزه لاستقبال العشائر، يلا بينا. وبتدخل العشائر ال3 لقاعه الملك، ولما الملك بيجي يرحب بيهم ويتكلم بيتلخبط في الكلام، فبتتكلم بداله الملكه شكلها كده هي اللي مسيطره. وقتها بيتكلم زعيم عشيره مانكوتش وبيعرفهم على ابنه الكبير وانه بطل بقى وبتاع وبيضخم فيه يعني، بس مش بيعجب طبعا ميردا. وبعدها بيتكلم زعيم عشيره ماكيجين وبرضه بيعرفهم على ابنه الكبير ان هو بطل ومفيش منه 2 وان هو حارب التنين بقى والحاجات الهبله دي، وبرضه مش بيعجبها. وبعدها بقى بيتكلم زعيم عشيره دينجول وبيعرفهم على ابنه. وقتها الكل بيتصدم من ضخامه جسمه وعضلاته، بس فجاه بيشد حد من وراه وبيطلع ابنه شبه العصايه بالظبط والكل بيضحك عليه. وقتها العشائر كلها بتتخانق مع بعض بسبب التريقه اللي حصلت، بس بتقوم عليهم الملكه والكل بيخاف ويجيب ورا منها على طول، حتى الملك التافه بيكون بيتخانق معاهم وبيهزر معاهم. وبعدها الملكه بتقول ان المبارزه هتكون ما بين ال3 البكر لاولاد الامراء، والتحدي الاميره هي اللي هتختاره بنفسها وعلى مزاجها. وقتها ميردا بتقول لهم بصوت عالي تحدي الرمايه. وتاني يوم الكل بيجهز عشان المبارزه والكل مبسوط، بس ميردا بتحضر لخطه في دماغها. بيبدا ابن زعيم ماكيجين بس بيفشل وبيجيب السهم بعيد عن الهدف الاحمر، وبعده بيكون دور ابن زعيم مانكونش وبيجيب السهم قريب من الهدف الاحمر. بعدهم بقى المسخره ابن زعيم دنجول بيفضل يلعب منه، السهم يروح يمين وشمال ومش بيعرف ان هو يضربه وبيفلت منه بالصدفه وبيجي في الهدف الاحمر. تظهر جنبهم فجاه ميردا وبتقول لهم بعلو صوتها انا ميردا بنت الملك، بس لما بتيجي تتحدى كل واحد فيهم الفستان بيكون ضيق عليها فبتقطعه وبتضرب ميردا اول سهم وبتهزم ابن
ابن زعيم ماكاجين وبتحط عليه، والام برضو بتفضل ان هي تحذرها ان هي تكمل، وبتضرب بعدها تاني سهم، وبعدها بقى بتفضل الام تقول لها وقفي اللي بتعملي ده احسن لك، وهي ولا هنا ولا بتعبرها حتى، وبتجهز نفسها وفعلا بتضرب السهم، والكل بيكون منتظر النتيجه. تنجح ان هي تكسر السهم الاحمر وتخترقه من نصه وبتهزم ابن زعيم دونجل. وقتها الام بتتعصب عليها جدا وبتاخدها للاوضه، تفضل تقول لها ايه اللي انت عملتيه ده، انت كده خليتيهم هيحاربوا بعضيهم، وبعدين قلت لك 100 مره الجواز طبيعه الحياه ولازم تتجوزي وتكوني زيي وملكه قويه تقدر تحكم شعبها. بس بترد عليها ميردا وتقول لها هو كل حاجه انت اللي تحدديها، ازاي اكل، ازاي اتكلم، ازاي اعيش، وكمان ازاي احدد طريقي، وانا مش موافقه على اللي انت بتقوليه ومش عايزه ابقى زيك. وبتقوم قطع البساط اللي عليه صورتهم. وقتها الام بتمسك الكوس وبترميه في النار، وميردا بتعيط وبتطلع تجري، والام بتلحق الكوس قبل ما يتحرق، وبتفضل ان هي برده كمان تعيط على كلام بنتها. وقتها بتاخد ميردا الحصان بتاعها وبتطلع تجري بيه، تفضل ان هي تعيط وبتكون حزينه ان مامتها عايزه تختار ليها الطريق اللي تمشي فيه. وهم على الطريق الحصان فجاه بيقف وبيرمي ميردا على ظهره وبتقع وسط احجار غريبه بس بتكون ليها علاقه باثار اجدادها. وفجاه بيظهر ليها الطيف اللي ظهر ليها وهي صغيره، تفهم ان هو عايزها تمشي وراه، وبعدها بشويه بيظهر الطيف اكتر بيحدد ليها الطريق، تفضل ماشيه برده وراه لحد ما بتوصل لمكان في كوخ صغير، وبتدخل الكوخ ده وبيطلع متجر نحت على الخشب، وصاحبه المتجر ست عجوزه وبتتكلم معاها وتقول لها انا حابه اشتري من عندك شويه حاجات. قالت لها لا انا الطيف اللي جابني هنا وانا مش عايزه ان انا اشتري. الست مش بتعبرها، بتقول لها طب تعالي اوريكي تشكيله حلوه كده من الخشب، وفجاه بتلاقي ان الغراب بيتكلم معاها. العجوزه بتحرك المكنسه اليدويه وبتضرب بيها الغراب. وقتها ميردا بتقول لها يبقى انت ساحره عشان كده الطيف جابني هنا. بس العجوزه بتقول لها هتشتري ولا امشيكي بطريقتي، وبتهدد. ميردا قالت لها هشتري كل الموجود عندك وهديكي كمان السلسله دي بس بشرط تعملي لي تعويذه غير امي. بتاخدها العجوزه وبتخرج لبره وبتعمل حركه بايديها، وبعدين بيدخلوا تاني بيكون المكان اتغير تماما. وبتقول لها جالي برضو قبل كده زمان شخص طلب تعويذه تغير قدره وتخليه قوي واداني العمله دي. وبعدها بتعملها التعويذه على شكل كيكه، وبتقول لها ميردا هي دي التعويذه اللي هتغير امي، انت بتستهبلي ولا ايه؟ قالت لها ما تستقليش بيها عيب عليكي. ولما بتيجي بتخرج بتبدا العجوزه تبرطم بالكلام، وفجاه الكوخ بيختفي وبترجع ميردا القلعه وبتدخل تحضر الكيكه عشان تقدمها لمامتها الينور. بس مامتها وقتها بتدخل عليها وتقول لها اخيرا جيتي، ده الامراء هيموتوا بعض بره بسبب اللي انت عملتيه. وقتها ميردا بتقول لها انا اسفه جدا وتفضلي كلي الكيكه دي وتجربيها. ولما بتجربها بتطلع جميله جدا وبتعجبها. فجاه بعدها بشويه بتحس بهبوط وصداع، بتقول لها انا تعبانه قوي طلعيني فوق. بتطلعها فوق بتنيمها على السرير، بس فجاه الام بتقع على الارض وبتعمل اصوات غريبه. ولما بتيجي ميردا تشوفها بتلاقي ان الجسم بيتغير وبيكبر وبيظهر فجاه دب كبير اسود، وبتكون الام اتحولت لشكل دب. وطبعا الام بتشوف نفسها هي كمان في المرايه وبتولع الدنيا وبتفضل تكسر في كل حاجه في الاوضه حرفيا. وقتها ميردا بتعرف ان الساحره شكلها ضحكت عليها وبتقول لمامتها الساحره ضحكت عليا. وقتها الام بتفهم ان ميردا اللي عملت فيها كده، تعصب تقول لها اهدي بس يا حاجه هنروح للساحره وهنحل الحوار، حاجه بسيطه يعني انت اتحولتي لدب مش لحاجه كبيره يعني. وقتها الملك بيسمع صوت صرخات الدب اللي هي الينور، وبيكون متاكد ان في دب في البيت وفاكر ان هو موردو، بيفضل يدور عليه هو في انهي مكان. ميردا بقى بتجري على الاوضه وبتلاقي اخواتها موجودين جوه وبتقول لهم ساعدوني اهربها من بابا، وفعلا بيساعدوها وبيحبسوا الملك والامراء في القلعه فوق. وبعد ما ميردا تمشي الشياطين بقى الصغيره دي وقتها بتشوف الكيكه في المطبخ، بتوصل ميردا هي ومامتها الدب لمكان الساحره، وده بفضل والدتها لانه كان مختفي. ولما بتدخل ما بتلاقيش حد، وبتلاقي الساحره بتظهر من وعاء وبتقول لهم لعمل كيكه عيد ميلاد حط الازازه الخضراء، ولعمل خشب نحت حط الازازه الصفراء، ولو انت الاميره حطي الحمراء، ولكن انا في خدمه عملاء مثلا. وقتها الاميره ميردا بتحط الازازه الحمراء وبتظهر الساحره وبتقول لها انا مش موجوده الفتره دي، ونسيت اقول لك ان التعويذه لو عدى عليها الشروق التاني تفضل مامتك على نفس شكلها الجديد، والحل انها ترجع زي ما كانت، ان الجوهر الداخلي يتغير بالحب والترابط، وان العلاقه تترابط من جديد قبل شروق الشمس التاني. وقتها طبعا بتعرفش هي هتعمل ايه. وبيجي تاني يوم الصبح والام بتكون جمعت التوت علشان الفطار، بس وقتها ميردا بتقول لها ان التوت ده مسمم وكده انت هتموتي. وقتها بتاخدها وبتروح للبحيره وبتصطاد من هناك سمك، والام بتفرح بشطاره بنتها. بتقول لها وقتها ميردا ان السلاح اهو نفعني مش زي ما كنت بتقولي لي دايما ان مفيش اميره بتمسك سلاح. بتيجي تقرب منها السمكه، الام بتقرف وبتفكرها وقتها بكلامها ان لازم نجرب الحاجه قبل ما نحكم عليها، وبتعمل ليها الاكل وبتدوقه، وفجاه بتفترس السمكه من كتر حلاوتها. بعدها الام بتقلع التاج الملكي وبتروح للبحيره تفضل تلعب في الميه، وبعدها ميردا بتلعب برضو معاها وبيكونوا مبسوطين جدا مع بعض. وهم في وسط اللعب فجاه الام بتتحول لدب متوحش وبتحاول تهجم عليها وتعورها، بس بتفوق لنفسها على طول. وقتها ميردا بتقول لها انت كده بدات انت تتحولي من جواكي، لازم ندور على حل بسرعه. وقتها في طيف جديد بيظهر لميردا والام بتشوفه برضه، تفضل تجري وراه بس هو بيختفي من قدامها، وميردا بتقول لها اهدي وخليكي هاديه وهو هيظهر لوحده. وبيظهر فعلا وبيوديهم لمكان العلامه اللي قالت عليها الساحره العجوزه ان في امير اداها لها لما حب يغير من قدره. وهي ماشيه جوه وسط المملكه بتلاقي ان في خراب، فجاه بتقع لتحت جوه المكان وبتكون وقتها في اوضه العرش، وبتشوف هناك تماثيل ل4 شخصيات، وبتعرف وقتها ان دي الاسطوره بتاعه الاخ اللي اتحول عن طريق المملكه ودمرها. وبتسمع صوت من وراها
وفجاه بتلاقي الدب مردو بيهجم عليها. تعرف انه هو ده الامير اللي اتحول وبتنط على طول عشان تنقذ نفسها ومامتها بتلحقها ويطلعوا يجروا ويهربوا. اتكلم مع مامتها وبتقول لها لازم نرجع للقلعه لان الساحره قالت رجوع التراب ممكن يكون قصدها على البساط اللي انا قطعته بدل ما تتحولي للابد زي الامير. وعلى الجانب التاني في القلعه كل الامراء بتمسك في بعض بسبب الحوار اللي عملته ميريدا وقت التحدي. بس ميريدا بتدخل عليهم لما بتوصل وبتقول لهم ما تهدوا يا جماعه شويه في ايه الكل ده. تبدا تحكي لهم قصه الاسطوره بتاعت الاربع اخوات. وقتها امير من الموجودين قال لها احنا عارفينها. قالت له تمام بس خلينا احنا بقى نكتب اسطورتنا الجميله القويه اللي نكون فيها حلوين مع بعض من غير حروب وهحاول ان انا اوافق على طلبكم. بس وقتها الام بتقاطعها في الكلام من وراها وبتتكلم بلغه الاشاره وبتمليها تقول ايه وبتكون مبسوطه بيها جدا. تبدا ميريدا تقول لهم والملكه بتقول لكم بلاش عادات وتقاليد تاني احنا هنقطع القانون ده وكل واحد يتجوز اللي بيحبها ويختار طريقه بنفسه. وقتها الكل بيوافق علشان تعدي والدتها من الحراس الموجودين. بتقول يلا نحتفل بالمخزون الاحتياطي للملك وبتروح لوالدتها وبتكون مبسوطه جدا بيها وبتقول لها يلا نطلع عشان نلحق. والملك بيرجع لاوضه الملكه الينور لان بيكون فاكر ان هي كل ده تعبانه. بيلاقيها متبهدله وبيطلع يجري على طول عند ميريدا ولما بيدخل عليها بيلاقي الدب في وشه وبيطلع سيفه وبيعوز ان هو يحاربه. وقتها الام بتتعصب وبيظهر عليها علامات الدب المتوحش وبتجرح بنتها وميريدا بتقول له دي ماما وهو مش مصدق ومصمم ان هو يموتها. وقتها الام بتهرب وهو بيخرج وراها وبيقفل على ميريدا الباب بيخلي المفتاح مع الخدامه وبتظهر العفاريت الصغيره وهي متحوله هي كمان للدب الصغير عشان كلوا الكيكه. وبتقول لهم ميريدا هاتوا المفتاح من مودي الخدامه وبتنجح ان هي تخرج وبتاخد البساط واخواتها وبتطلع تجري بالحصان ورا الجيش والملك. وقتها الجيش بيكون مسك الام وربطها. في نفس الوقت ميريدا بتخيط البساط عشان تكسب وقت وبتوصل عند امها وبتدافع عنها وبتحارب والدها وبتفضل تقول له دي ماما. وبيهجم عليهم وقتها الدب مردو وبيضرب الكل وبيحاول يهجم على ميريدا بس الام بتفك نفسها وقتها تهجم عليه وبتفضل ان هي تضرب فيه لحد ما بتقع عليه صخره كبيره من بتاعه الاجداد. بتظهر وقتها روحه واخيرا يرتاح وهو ما بيكونش عايز يقتل ميريدا هو عارف انها الحل. وقتها الشروق بيبدا يطلع تاني وبترمي البساط على مامتها قبل فوات الاوان بس ما بيحصلش حاجه وبتفضل تعيط وتحضن مامتها وتقول لها انا اسفه انا السبب في اللي انت فيه واسفه على كل كلمه قلتها انت جميله قوي واعظم ام وملكه في الدنيا. وقتها الشمس بتعدي فوق البساط وفجاه الام بترجع بشريه تاني وبيتصالحوا سوا وبكده الام اتغيرت للاحسن وكمان ميريدا اتغيرت للاحسن وبتترسم رسمه جديده للام وهي دب وميريدا معاها هي كمان ويكونوا صحاب مش مجرد ام وبنتها بس. وبس كده توته توته خلصت الحدوته. عجبك الفيديو هسيب لك تحت في الديسكريبشن رابط مشاهده وتحميل الفيلم وما تنساش بقى لايك وشير وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك اشعار بكل جديد. تعمل فولو على صفحه الفيسبوك وعلى الانستجرام. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.